يقول الله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. لسان العرب. لسان العرب برنامج يعده ويقدمه فراج الطيب. مشاهير شعراء. قال ابن رشيق: المشاهير من الشعراء أكثر من أن يحاط بهم عددا، ومنهم مشاهير قد طارت أسماؤهم وسار شعرهم وكثر ذكرهم حتى غلبوا على سائر من كان في زمانهم، ولكل واحد منهم طائفة تفضله وتتعصب له، وقلما تجتمع على واحد، إلا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في امرئ القيس أنه أشعر الشعراء وقائدهم إلى النار، يعني شعراء الجاهلية والمشركين. وقد كان علي بن أبي طالب يفضل امرأ القيس أيضا، إذ قال: رأيته أحسنهم نادرا وأسبقهم بادرا، وأنه لم يقل لرغبة أو لرهبة. وقال العلماء بالشعر: إن امرأ القيس لم يتقدم الشعراء لأنه قال ما لم يقولوا، ولكنه سبق إلى أشياء فاستحسنها الشعراء واتبعوه فيها، لأنه أول من لطف المعاني واستوقف على الطلول، ووصف النساء بالظباء والمها والبيض، وشبه الخيل بالعقبان والعصي، وفرق بين النسيب وما سواه من القصيدة، وقرب مأخذ الكلام، فقيد الأوابد وأجاد الاستعارة والتشبيه. وسئل لبيد بن ربيعة: من أشعر الناس؟ فقال: الملك الضليل، يعني امرأ القيس. قيل: ثم من؟ قال: الشاب القتيل، يعني طرفة بن العبد. قيل: ثم من؟ قال: الشيخ أبو عقيل، يعني نفسه. وكان الحذاق يقولون: الفحول في الجاهلية 3 وفي الإسلام 3 متشابهون: زهير والفرزدق والنابغة والأخطل والأعشى وجرير. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقدم النابغة الذبيانية ويقول: هو أحسنهم شعرا وأعذبهم بحرا وأبعدهم قعرا. وقال ابن سلام الجمحي: قال أهل النظر: كان زهير أحصفهم شعرا وأبعدهم من سخف وأجمعهم لكثير من المعاني في قليل من المنطق. وأما النابغة فقال من يحتج له: كان أحسنهم ديباجة شعر وأكثرهم رونق كلام وأجزلهم بيتا، كان شعره كلاما ليس فيه تكلف. قلت: والنابغة هو أول من حكمه الشعراء في قصائدهم، وكانوا يضربون له قبة حمراء من أدم، أي من جلد، في سوق عكاظ، ويعرضون عليه أشعارهم، وهو أول من وضع فن الاعتذار في الشعر العربي
بقصائده التي كان يرسلها إلى الملك النعمان يعتذر له فيها عن وشاية حملها خصومه فأفسدوا علاقته بالنعمان. ومنها قوله للملك النعمان: أتاني أبيت اللعن أنك لمتني، وتلك التي أهتم منها وأنصب، حلفت فلم أترك لنفسك ريبة، وليس وراء الله للمرء مذهب. لئن كنت قد بلغت عني خيانة، لمبلغك الواشي أغش وأكذب. فإن أك مظلوما فعبد ظلمته، وإن تك ذا عتبى فمثلك يعتب. أفعال تتعدى وتلزم. في العربية أفعال تأتي مرة متعدية تنصب مفعولا به، وتأتي مرة لازمة تكتفي بالفاعل. من هذه الأفعال الفعل نقص يتعدى فيقال نقصت الشيء، ويلزم فيقال نقص الشيء. ومنها الفعل سرح فيقال سرحت الماشية، أي أرسلتها ترعى، ويلزم فيقال سرحت الماشية، أي ذهبت ترعى. ومنها الفعل فغر بمعنى فتح يتعدى فيقال فغر الرجل فمه، أي فتحه، ويلزم فيقال فغر الفم، أي انفتح. ومنها الفعل كف يتعدى فيقال كف الرجل لسانه عن الكلام، ويلزم فيقال كف اللسان عن الكلام. ومنها الفعل أضاء يتعدى فيقال أضاء الرجل المصباح، ويلزم فيقال أضاء المصباح. ومنها الفعل درس بمعنى محى يتعدى فيقال درست الريح الأثر، أي محته، ويلزم فيقال درس الأثر، أي محى. ومنها الفعل غاض بمعنى نضب وجف يتعدى فيقال غاض الله الماء وغاض الماء. ومنها الفعل أقض يتعدى فيقال أقض الله مضجعه، أي جعله خشنا متتربا، ويلزم فيقال أقض مضجع فلان إذا خشن وتترب. ومنها الفعل وقف يتعدى فيقال وقفت الدابة، ويلزم فيقال وقفت الدابة. ومنها الفعل هاج يتعدى فيقال هاج الغضب فلانا إذا أثاره، ويلزم فيقال هاج الغبار، أي ثار. وعلى الأول قول الخنساء: ما هاج حزنك أم بالعين عوار، أم ذرفت أن خلت من أهلها الدار. وعليه أيضا قول البحتري: عوى ثم أقعى فارتجزت فهجته، فأقبل مثل البرق يتبعه الرعد، يصف ذئبا. أفعال جاءت بصيغة البناء للمجهول. منها قولهم غبن فلان في البيع، أي خدع، فهو مغبون، أي مخدوع. وامتقع لونه، أي تغير من حزن أو فزع. وزكم الرجل فهو مزكوم. وركضت الدابة
إذا ضربت بالرجل حثا لها على الإسراع، وشغف فلان بحب كذا، أي أصاب حبه شغاف قلبه، أي غلافه الذي يلفه، فهو مشغوف بكذا، ولا يقال شغوف كما يقول بعض أهل هذا العصر. ويقال بهت فلان، أي دهش وتحير، ومنه الآية فبهت الذي كفر. ومن هذه الأفعال طل دم فلان، بمعنى أهدر ولم يؤخذ بثأره. يقال فلان دمه لا يطل، أي لا يذهب هدرا، فوراءه رجال يأخذون بثأره. قال تأبط شرا: إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يطل. وقال السموأل: وما مات منا سيد حتف أنفه، ولا طل منا حيث كان قتيل. يقال مات فلان حتف أنفه إذا مات غير مقتول، والحتف هو الموت، والجمع الحتوف. استمعتم إلى حلقة في برنامج لسان العرب. لسان العرب يعده ويقدمه فراج الطيب.